السلام عليكم. أود أن أسألك عن تحديث OS 18. متى بينزل؟ لأنه حاليا نزلت النسخة التجريبية فقط، النسخة الرسمية ما نزلت. متى تنزل النسخة الرسمية؟ وعليكم السلام. حاليا لم تعلن أبل عن موعد محدد لإصدار النسخة الرسمية من iOS 18. كما ذكرت، النسخة التجريبية قد تكون متاحة للمطورين وللمستخدمين في برنامج البيتا. عادة بعد فترة التجريب تصدر أبل النسخة الرسمية في سبتمبر بالتزامن مع إطلاق أجهزة الآيفون الجديدة. لهذا من المرجح أن تكون النسخة الرسمية متاحة في سبتمبر من العام المقبل، لكن من الأفضل متابعة أخبار أبل للحصول على تاريخ مؤكد. شكرا لك. ومتى ينزل آيفون 16؟ في أي يوم بالتحديد من سبتمبر؟ عادة تطلق أبل أجهزة الآيفون الجديدة في النصف الأول من شهر سبتمبر، وتكون الإصدارات متاحة للبيع بعد حوالي 10 أيام من الإعلان. حتى الآن لم تعلن أبل عن موعد محدد لإصدار آيفون 16. بناء على التواريخ السابقة، يمكن أن نتوقع أن يتم الإعلان عنه في الأسبوع الثاني من سبتمبر، ربما بين 10 و15 من الشهر. للحصول على تاريخ دقيق سنحتاج إلى انتظار الإعلان الرسمي من أبل. أي مساعدة أخرى؟ أنا هنا. أنا بحتاج أسألك، آيفون 16 الجديد إيش بتكون الميزات الجديدة فيه؟ حتى الآن أبل لم تعلن عن تفاصيل دقيقة بشأن ميزات آيفون 16 الجديد، لكن عادة تتضمن التحديثات الجديدة تحسينات في الكاميرا، الأداء، البطارية، وأحيانا تصميما جديدا. يمكن أن تشمل الميزات الجديدة أيضا تحسينات في الشاشة وتقنيات الذكاء الاصطناعي. للأسف لا أستطيع تقديم معلومات الدقيقة حتى يتم الإعلان الرسمي. متابعة أخبار أبل هو أفضل طريقة للبقاء على إطلاع بأحدث معلومات. طيب، أحتاج أسألك إيش الفرق بين النسخة الأمريكية للآيفون والنسخة العالمية؟ الفرق بين النسخة الأمريكية والنسخة العالمية من الآيفون يمكن أن يتضمن عدة جوانب. مثلا، النسخة الأمريكية غالبا ما تدعم شبكات الجيل الخامس بترددات محددة تتوافق مع مشغلي الشبكات في الولايات المتحدة. أما النسخة العالمية فقد تدعم ترددات أوسع لتتناسب مع الشبكات في مختلف الدول. أيضا قد تختلف خيارات الشحن وملحقات الجهاز مثل الشاحن، ومن المحتمل أن تكون هناك اختلافات في البرامج والتطبيقات المتاحة بناء على المنطقة. إذا كنت تفكر في شراء آيفون، تحقق من التفاصيل الخاصة بالنسخة التي تناسب احتياجاتك.